الفلسفه ظهرت في اليونان عماله تتقدم 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 وتتطور تتقدم وتتطور تتقدم وتتطور تتقدم وتتطور، رياضه ودايت، دايت ورياضه، رياضه ودايت، دايت ورياضه. خلاص، ما اخناتون انت عارف وانا عارف مصر كلها عارفه ان اخناتون هو اللي دعا للتوحيد. طالما دعا للتوحيد يبقى تفكير ديني. جميل جدا. شكلي هدرس لكم تاريخ. بهزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا حبايبنا الغاليين، طلاب أولى ثانوي في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جينا لك يا صديقي بالمحاضرة رقم 5 أو 6 في المنهج، يعني احنا هنشرح النهارده حصتين مش حصة، بس هنشرح ايه؟ طيب هنشرح جزء فلسفة وهنشرح جزء منطق، الاثنين أبسط من بعض، مش عايزك تقلق. خلاص؟ طيب بسم الله كده، مش عايزين نضيع وقتك، نخش في أول جزء وهو الفلسفة. هتكلمني عن ايه يا مستر؟ هكلمك عن نشأة الفلسفة. هكلمك عن ايه؟ نشأة الفلسفة. عايزين نعرف الفلسفة نشأت ازاي. خلاص؟ طيب ظهر الفكر الفلسفي وتطور عبر العصور المختلفة، فمنها الفلسفة يوم ما ظهرت ما ظهرتش في مكان واحد، ظهرت في أكتر من مكان، ظهرت فين طيب يا مستر؟ ظهرت في حاجة اسمها الشرق القديم واليونان عند قدماء اليونان، وظهرت في العصر الحالي. هندرس كل عصر بالتفصيل، وهندرس في الاخر تعريفات الفلسفه، ونخش على جزء المنطق. سمي الله. تعالى ندرس اول حاجه في الشرق القديم. عايز اقول لك ان في الشرق القديم كان في فكر او نوعين من الفكر كانوا هما اللي سائدين عند الناس. طب ايه يا مستر نوعين الفكر دول؟ كان عندي فكر اسمه فكر علمي او تفكير علمي، وتفكير اسمه تفكير ديني. تفكير علمي وتفكير ديني. سامي واحد بيقول لي يا مستر نعم، التفكير العلمي كان قائم على المشاهده والتجربه. جدع يا ده اللي عارف ان التفكير العلمي قائم على المشاهده والتجربه. بص بيقول لي ايه؟ الذي يعتمد على المشاهدات والتجربه والممارسات العلميه. يا باشا انت تفكير علمي، لازم يكون في مشاهده وفي تجربه. انت اسمك علمي، اسمك بتفكر بطريقه علميه، لازم في تجربه. خلاص؟ طيب طالما هيبقى في مشاهدات وتجارب واختراعات، هيبقى ايه؟ بص، ساعد حكماء الشرق القديم في التوصل الى بقى استحداث صناعات، استحداث ايه؟ صناعات، وابتداع فنون وعلوم علميه كالرياضيات والميكانيكا والفلك والكيمياء وغيرها من العلوم. يا باشا انت تفكير علمي، طالما انت تفكير علمي يبقى هتعمل صناعات، يبقى هتتطور. طيب هتتطور في ايه؟ كان عندنا مثلا علم متطور زي الرياضه، وعلم متطور زي الميكانيكا، وعلم متطور زي الفلك، وعلم متطور زي الكيمياء وغيرها من العلوم. كلمنا يا مستر عن التفكير الديني. ايه التفكير الديني ده؟ سمى واحد بيقول لي يا مستر التفكير الديني ده اللي بيربط الظاهر بقدره الله. سامعك يا عالمي والله. بص بيقول لي ايه؟ يعتمد على النظر العقلي والنزعه الايمانيه. النزعه الايه؟ الايمانيه. يا باشا اكتب جنبي هنا كده النزعه الايمانيه اللي هي الايمان. خلاص؟ طيب ساعد حكماء الشرق في التوصل اليه بقى وجهات نظر حول ايه بقى؟ حول الكون وخالقه. عايزين نعرف خالق الكون اللي هو الله. خلاص؟ طبعا عايزين نعرف خالق الكون اللي هو الله. طبعا انت اصلا في الجانب ده يبقى انت جانب ديني. انت عايز تعرف خالق الكون، عايز تعرف ربنا، يبقى انت جانب ديني. عايزين نعرف اصل الموجودات ومصيرها، عايزين نعرف اصل العالم، مصير العالم ده في الاخر هيبقى ايه. خلاص؟ طيب وايه غايتنا اصلا من الحياه دي؟ يعني احنا عايشين ليه؟ طالما انت عايز تعرف انت عايش ليه واصل الموجودات، يا باشا انت تفكير ديني. عايز نعرف الخير والشر والافعال في الافعال الانسانيه، ودي اهم حاجه. خلاص؟ الخير والشر. اكتب هنا جنبها مثلا الاخلاق. الاخلاق. جميل جدا يا مستر. يبقى في الشرق القديم كان عندي نوعين من التفكير. في الشرق القديم عندي نوعين من التفكير، تفكير علمي وتفكير ديني. التفكير العلمي جدع، مشاهده وتجربه واستحداث صناعات واختراعات. طب التفكير العلمي، التفكير الديني، ده مثلا التفكير الديني عايزين نعرف الكون وخالقه واصل الموجودات والخير والشر او الاخلاق. يبقى في الشرق القديم الاخلاق والدين. في الشرق القديم الاخلاق والدين. جميل جدا. تعالى نعرف مين حكماء الشرق القديم. كان مين الناس اللي كانت مسيطره على الشرق القديم بمعنى اصح؟ والله كان عندي واحد اسمه اخناتون. فين؟ في مصر. سمع واحد دارس تاريخ وعالمي تاريخ، واد عالمي تاريخ، كينج تاريخ، بيقول لي يا مستر نعم، اخناتون ده اللي دعا للتوحيد، اللي قال في اله واحد. ايه ده؟ اله واحد؟ معنى كده ان تفكيره كان تفكير ديني. بص كده، مش احنا اتفقنا ان ان في الشرق القديم كان في نوعين من التفكير، ديني وعلمي؟ قال لي جميل جدا. طب ما اخناتون انت عارف وانا عارف مصر كلها عارفه ان اخناتون هو اللي دعا للتوحيد. طالما دعا للتوحيد يبقى تفكير ديني. جميل جدا. شكلي هدرس لكم تاريخ. بهزر. طيب زرادشت في فارس، في بلاد اسمها بلاد
فارس، وبوذا وبراهمة فين؟ في الهند، وكونفوشيوس في الصين. كونفوشيوس ده ربنا ما يبتليك يا ابني وتدرسه، والله العظيم صداع درسناه في الكليه، احنا صدعنا قد كده. طيب تعالى ندرس بقى في الحضاره اليونانيه، درسنا الشرق القديم، تعالى نخش على الحضاره اليونانيه. ظهر الفكر الفلسفي في اليونان بين القرنين السادس والرابع، يعني في القرن الخامس. القرن الايه؟ الخامس. جميل جدا. ظهرت الفلسفه على يد الفلاسفه الطبيعيين، وفي مقدمتهم الواد اللي اسمه طاليس. الفلسفه يوم ما ظهرت، يوم ما قالوا يا فلسفه في اليونان، كانت ظاهره على ايد الواد اللي اسمه طاليس. بعد ما طاليس ظهرت عنده الفلسفه، بدات تتطور لغايه ما وصلت لمين؟ لعمنا الثلاثي المرح سقراط وافلاطون وارسطو. يبقى الفلسفه في اليونان ظهرت على مين؟ عند مين؟ عند طاليس، وتطورت على يد مين؟ سقراط وافلاطون وارسطو. تناولت الفلسفه اليونانيه نفس المجالات اللي نظر فيها حكماء الشرق القديم، ولكن مع اختلاف وجهات النظر. خط بالله عليك لو انت طابع الملزمه دي، خط تحت الجمله دي، اكتب ان في الفلسفه اليونانيه او في الحضاره اليونانيه كانت الفلسفه من سماتها اختلاف وجهات النظر. اختلاف وجهات الايه؟ النظر. كانت هذه الفلسفه اليونانيه، كان هدف الفلسفه اليونانيه كشف الحقيقه عن طريق النظر العقلي. يعني ايه يا مستر النظر العقلي ده؟ اكتب جنبها هنا الاعتماد الكلي على العقل. الاعتماد الكلي على ايه؟ على العقل. يا باشا هتقول اي حاجه تكون مصدرها عقلك ويكون فعلا تخش الدماغ. يعني حضرتك عايز تتكلم ما تقوليش اي كلام وخلاص، لازم يكون كلامك مصدره عقلك ويخش عقلي. جميل جدا. ايه تاني يا مستر؟ ومعرفه المسببات لتحقيق متعه عقليه بصرف النظر عن النتائج المترتبه عليها بعيدا عن الحياه العمليه. سيبك من الهري ده كله. انا عايزك تعرف ان في الفلسفه اليونانيه بدات على يد طاليس، تطورت على يد الثلاثي المرح افلاطون وسقراط وارسطو. وكان من سمات الفلسفه اختلاف وجهات النظر والنظر العقلي. يعني اختلاف وجهات النظر يعني كل واحد يقول لي راي. يعني ايه النظر العقلي؟ يعني الاعتماد الكلي على العقل. جميل جدا جدا جدا. تعالى عند الجزئيه اللي بعدها. تطورت الفلسفه منذ نشأتها عند قدماء اليونان وحتى الآن. يعني الفلسفة من القدماء اليونان لحد النهاردة كانت عمالة تتطور، وذلك بظهور مجموعة كبيرة من الفلاسفة الذي أسهموا في إيه بقى؟ في يوم ما الفلسفة ظهرت في اليونان عمالة تتقدم وتتطور. رياضة ودايت، دايت ورياضة. خلاص؟ طيب الفلاسفة كان همهم إيه بقى في الفلسفة دي؟ عايزين توجيه وإرشاد الحضارة الإنسانية، وتاني والارتقاء بحياة البشر. يا باشا احنا عايزين نبقى حضاره متطوره، وعايزين يبقى الانسان ذات نفسه ليه مكانه. بس ده كان هدف الفلاسفه. كلمني بقى مستر عن الفلسفه النهارده، الفلسفه اليوم. تطورت الفلسفه من دراسه الموجودات والعلل البعيده اللي هي الفلسفه النظريه، وبقت فلسفه تطبيقيه. يعني يا مستر كلمه تطبيقيه؟ كلمه تطبيقيه يعني اقدر اطبقها في الواقع. كانت الاول الفلسفه زمان شويه افكار وحاجات موجوده في العقل. طب دلوقتي لا، يعني في حاجات او في مشكلات في المجتمع عايز احلها. يا جدعان في مشكلات في الطب عايزين نحلها، يا جدعان في مشكله في التعليم عايزين نحلها. هننزل نحل، مش هنقول كلام وخلاص. خلاص جميل جدا. يبقى في الفلسفه النهارده تتحولت من فلسفه نظريه الى فلسفه تطبيقيه. بس كده خلاص. طيب يبقى تاني يوم كلمتك في كام عصر او كام حضاره للفلسفه؟ قال لي يا مستر حضرتك كلمتني في 3 حضارات. ايه هما؟ الشرق القديم، اليونان، النهارده. الشرق القديم، يونان، النهارده. الشرق القديم، يونان، النهارده. قلت لك الشرق القديم الاخلاق والدين. الشرق القديم الاخلاق والدين. جميل. خلاص. كان في نوعين من التفكير، تفكير علمي وتفكير ديني. التفكير العلمي مشاهده وتجربه واختراعات. طب تفكير ديني اخلاق وخير وشر، وعايزين نعرف خالق الكون. مفيش اسهل من كده والله يا جدعان. الدنيا بسيطه قوي، ما تكبرش الدنيا. طول ما انت بتكتب ورايا هتبقى الدنيا بسيطه، مفيش اسهل من كده. ففي اليونان يا مستر، في اليونان ظهرت على يد عمنا طاليس، وبعد ما ظهرت على ايد طاليس تطورت على ايد سقراط وافلاطون وارسطو. طيب كان ايه سمات الفلسفه يا مستر؟ سمات الفلسفه كانت اختلاف وجهات النظر، ان كل فيلسوف ليه رايه، وكانت تعتمد على النظر العقلي الخالص. يعني ايه كلمه نظر عقلي خالص؟ يعني نبع من عقلك. نبع منين؟ من عقلك. طب الفلسفه النهارده يا مستر؟ لا، الفلسفه النهارده ما بقتش نظريه، بقت تطبيقيه، عايزه تحل مشكلات المجتمع. اكتب جنب كلمه تطبيقيه، اكتب جنب الكلمه دي حل مشكلات المجتمع
اهو حل المشكلات المجتمع او المشكلات الحياتيه. خلاص، جميل جدا جدا جدا. تعالى نحل السؤالين دول. ذهب ارسطو قال لي ارسطو جميل جدا الى ان دراسه الاخلاق قائمه على استقصاء الاراء وتمحيصها. يعبر ما سبق عن نشأة الفلسفة فين؟ في اليونان ولا في الشرق ولا العصر الراهن ولا العصر الحديث؟ يا مستر ما خدناش حاجه اسمها عصر حديث، خدنا الثلاث عصور دول، وحضرتك بتقول لي ارسطو واستقصاء الاراء يعني اختلاف وجهات النظر، يبقى يونان. مفيش اسهل من كده. تعال نحل السؤال اللي بعده. روح الانسان الداخليه اللي هي الروحانيات، يعني كلمه روحانيات معناها دين يا باشا. معناها ايه؟ معناها دين. هي المفتاح الوحيد للوصول لحقيقه الكون. حقيقه الكون، انت عايز تعرف اصل الكون يعني؟ قال لي كبير، عايز اعرف اصل الكون. طالما عايز تعرف اصل الكون فانت شرق قديم الاخلاق والدين، وعايزين نعرف السؤال اتحل يا جدعان والله اهو في الشرق القديم. وضح ماكس شيلر أهمية القيمة كأساس لكل ما نواجهه في الحياة. من أحداث، حيث أنها شيء موضوعي مطلق ولها صفات الثبات والوضوح. يا باشا نعم، في واحد اسمه ماكس شيلر. ماله ماكس شيلر ده مستر؟ ماله؟ مش عايز أعرفه بس ماله؟ قال لي أهمية القيمة كأساس لكل ما نواجهه في الحياة. في مشكلات نواجهها في الحياة عايزين نحلها. طيب مشكلات نواجهها في الحياة عايزين نحلها يا مستر. طب كلمنا عن الفلسفة النهاردة. أكلمك عن الفلسفة النهاردة. تعال ندور عليها. بلاد الصين لأ، عند القديمه لا، عصر الاغريق لا. اكتب جنب الاغريق دي ان هي اليونان. اكتب يد بسرعه عشان ما تستوحش. الاغريق دي هي اليونان. اقول لك شويه مصطلحات حلوه. بلاد الاغريق هي مدينه اثينا، هي بلاد فوق البحر المتوسط. الثلاث كلمات دول بمعنى الحضاره اليونانيه. اكتبهم عندك عشان ما تتسوحش. اكتبهم عندك عشان الوضع الامتحان ما يلعبش بيك. خلاص طيب، يبقى انت يا مستر بتكلمنا عن حل المشكلات، يبقى العصر الحالي. في التعريفات العامة للفلسفة أو تعريف كلمة فلسفة. وحدة الله، لا إله إلا الله. بص يا سيدي، كلمة فلسفة، أيوه مالها بقى كلمة فلسفة؟ كلمة فلسفة دي كلمة أصلا كان أصلها يوناني. كان أصلها إيه؟ يوناني. أبص قال لي الفلسفة كلمة يونانية، حلو، مكونة من مقطعين. قول لي إيه هما المقطعين دول بسرعة بسرعة. إيه هما المقطعين دول؟ قال لي فيلو بمعنى يحب، وسوفيا بمعنى الحكمة. تيجي تدمج الاثنين على بعض تلاقي إيه؟ حب الحكمة. حب الايه؟ الحكمة. يبقى الفلسفة معناها حب الحكمة. يبقى تاني، الفلسفة التعريف اللغوي كانت كلمة يونانية مقسومة لمقطعين، فيلو بمعنى يحب وسوفيا بمعنى الحكمة. يبقى الفلسفة معناها فيلو صوفيا. فيلو بمعنى يحب، صوفيا بمعنى الحكمة. يصبح معنى الفلسفة حب الحكمة. خلاص، لغويا اهي هي حب الحكمة. جميل جدا. بص بقى كده، يعتبر الفيلسوف اليوناني فيثاغورس. ماله يا عمي فيثاغورس ده؟ عرفنا في الرياضة والله. طب تعالى نشوف قال ايه. هو أول من أطلق على حكماء عصره لقب فيلسوف. ليه؟ أي محب الحكمة. يا جدعان نعم يا فيثاغورس والله يا جدعان. سيبك من كلمة حكيم دي، مش هنطلق على حد كلمة حكيم. ليه يا فيثاغورس؟ تعبيط ولا ايه؟ ده الفلسفة معناها حب الحكمة، لازم اللي بيحب الحكمة يتقال عليه حكيم. يا جدعان فيثاغورس قال يا جدعان كلمة حكيم صفة إلهية. يا فيثاغورس كلمة حكيم صفة إلهية، يعني الحكمة دي صفة لربنا بس، ما ينفعش نقولها على حد من العباد أو حد من البشر. طب هنقول على مين يا فيثاغورس؟ اللي بيتفلسفوا دول هنقول عليهم إيه؟ قال لك هنقول عليهم حكماء. هنقول عليهم محبين للحكمة. ليه؟ لأن الذي يطلق عليهم حكماء لأن الحكمة هي صفات إلهية. يبقى تاني، يبقى فيثاغورس رفض كلمة حكيم لأن كلمة حكيم دي صفة إلهية، واستبدلها بكلمة فيلسوف اللي هي كانت معناها حب الحكمة. يبقى تاني، إيه تعريف الفلسفة لغويا يا مستر؟ الفلسفة لغويا كانت كلمة يونانية مقسومة لمقطعين، فيلو بمعنى يحب وصوفيا بمعنى الحكمة. يبقى الاثنين معناها حب الحكمة. جه واحد اسمه فيثاغورس قال يا جدعان مش هنقول على حد حكيم. ليه ده فيثاغورس؟ لأن كلمة حكيم دي صفة إلهية. طب هنقول عليه إيه؟ قال لك هنقول عليه فيلسوف. هنقول عليه إيه؟ فيلسوف. طب يعني فيلسوف يعني محب للحكمة، يعني ده واحد بيحب الحكمة مش حكيم، لأن حكيم دي صفة إلهية. خلاص يا زميلي، زي الفل. الحكمة التي يسعى إليها الفيلسوف تتمثل في إيه بقى؟ المعرفة العقلية. يعني كلمة معرفة عقلية يعني كل حاجة تعتمد على العقل. كل حاجة تعتمد على إيه؟ على العقل. جميل جدا، جميل جدا.
الادراك الكلي للموجودات. يعني ايه ادراك كلي؟ يعني ادراك بصيغه كليه، يعني مش عايز اعرف الجزئيات، مش عايز اعرف الجزئيات، انا عايز اعرف كل حاجه بطريقه كليه، عايز اعرف كل حاجه من طقطق لسلام عليكم. خلاص؟ طيب التفكير التاملي لمواجهه المشكلات الكبرى المعقده. هنعتمد على التامل يا جدعان عشان نواجه المشكلات اللي احنا مش عارفين نحلها. جميل جدا جدا جدا. تعال بقى ركز معايا في الجزئيه دي. عندي تعريفين او اتجاهين لتعريف الفلسفة. تعريفين أو اتجاهين لتعريف الفلسفة. التعريف الأول أو الاتجاه الأول، والتعريف الثاني أو الاتجاه الثاني. بيتكلموا عن إيه؟ تعالى يا سيدي أشرح لك. التعريف الأول بيقول لي الفلسفة هي علم المعرفة الكلية. الفلسفة مالها؟ علم المعرفة الكلية. خلاص؟ المطلوبة لذاتها. بالله عليك لا تركز على الخطوط اللي انا بحطها دي، ركز عليها قوي، ركز عليها قوي قوي. بص كده، علم المعرفه الكليه المطلوبه لذاتها. خلاص؟ العلم الجامع الذي يضع لنا صوره شامله عن الكون. خلاص؟ يبقى علم شامل. وفقا لهذا التعريف فان الفلسفه يطلق عليها علم العلوم. علم الايه؟ العلوم او علم المعرفه الكليه. يبقى تاني التعريف الاول للفلسفه قال لي كذا حاجه عن الفلسفه. قال لي يعني الفلسفه، قال لي الفلسفه دي المعرفه الكليه، ادي واحد. معرفه المطلوبه لذاتها، اثنين. يعني ايه يا مستر مطلوبه لذاتها؟ مش فاهم حاجه. يعني انت حضرتك عايز تعرف الحقيقه او عايز تدرس فلسفه حبا للفلسفه، مش عايز فلوس. خلاص؟ انت مش عايز فلوس، انت حابب الفلسفه فبتدرسها لذاتها، بتدرسها لذاتها. خلاص؟ يبقى تاني التعريف الاول قال لي يا مستر التعريف الاول معرفه كليه، ادي واحد. مطلوبه لذاتها، اثنين. علم شامل، ادي ثلاثه. علم العلوم، اربعه. عايزك تعرف الحاجات دول زي اسمك، عشان لو شفت اي حاجه منهم في الاختيارات، يعني لو شفت اثنين من دول في الاختيارات استبعد الاثنين لان هم الاثنين بنفس المعنى. خلاص؟ يبقى تاني التعريف الاول قال لي يا مستر الفلسفه دي علم كلي. علم كلي، معرفه مطلوبه لذاتها، معرفه مطلوبه لذاتها. علم العلوم علم كلي. تاني علم علوم سميناها علم العلوم او ام العلوم. اثنين علم دراسه كليه. ثلاثه معرفه مطلوبه لذاتها، والمعرفه بطريقه شامله او علم شامل. خلاص؟ اكتب يا باشا المصطلحات دي عندك في الكشكول او علم عليهم في الملزمه، ما تسيبهمش كده. خلاص؟ طيب تدرس الحقيقة الكلية للموجودات. تدرس الحقيقة الكلية للموجودات. ما احنا قلنا بقى ان الفلسفة علم الدراسة الكلية، يبقى هتدرس الحقيقة الكلية للموجودات. زي مثلا عايزين ندرس طبيعة الوجود. ايه الوجود ده؟ ايه الوجود اللي احنا عايشين فيه ده هدفه ايه؟ عايزين ندرسه بطريقة كلية. ماهية الانسان، ايه الانسان ده؟ الانسان ده عبارة عن ايه؟ خلاص؟ طيب ومشكلات الحرية، كل الحاجات دي الجميلة دي عايزين ندرسها بطريقة كلية. كلمني يا كبير عن التعريف الثاني. التعريف الثاني للفلسفة هي وجهة نظر. وجهة ايه؟ نظر. التعريف الثاني للفلسفة هو وجهة نظر. وجهة نظر، رؤية الفرد الذاتية. رؤية الفرد الذاتية. يبقى من الآخر التعريف الثاني للفلسفة بيكلمني إن لكل إنسان وجهة نظر، لكل إنسان وجهة نظر. أمال التعريف الأول كان بيكلمنا عن إيه؟ التعريف الأول يا مستر كان بيكلمنا عن إن الفلسفة علم كلي وعلم مطلوب لذاته وعلم شامل وعلم العلوم. طب التعريف الثاني لكل انسان وجهه نظر. لكل انسان وجهه نظر تعتمد على رؤيه الفرد الذاتيه. كلمه ذاتيه يعني نابعه من حضرتك. نابعه منين؟ نابعه منك انت. ما هي رؤيه نظرك انت، وجهه نظرك انت، هتكون نابعه من مين؟ منك انت. خلاص؟ طيب جميل جدا. قال لي نابعه من خبرات الفرد. نابعه من وحياته. نابعه من خبرات الفرد وحياته. ما كل الحاجات دي معناها وجهات النظر. معناها ايه؟ وجهات النظر نابعة من الظروف المجتمع المحيط بالفرد. يا باشا انت مجتمعك ممكن يخلي وجهات نظرك تختلف. ازاي؟ تلاقي مثلا مجتمع مثلا زي امريكا تلاقي الخمر عندهم ايه؟ حلال، بالنسبه لهم حلال. طب ليه حلال؟ هم مجتمعهم كده. مجتمعهم كل الناس كلها هناك بتشرب خمره، فكل واحد بقى ليه وجهه نظر ان الخمره حلال. تعال عندنا في مصر الحمد لله عندنا الخمره حرام. ليه؟ المجتمع قال لنا او ديننا قال لنا ان الخمره حرام. خلاص؟ طيب يبقى التعريف الثاني للفلسفه وجهه نظر. وجهه نظر معتمده على خبرات او نابعه على خبرات الفرد. يؤكد التعريف على ان الفرد يفسر ظواهر الحياه باستخدام الادله العقليه الممكنه متاثرا بخبراته وظروف حياته. كلمه خبراته وظروف حياته يعني وجهه نظره. يعني ايه؟ يعني وجهه نظره.
جميل جدا جدا جدا. تعالى يا باشا نحل السؤالين دول. الفلسفة هي معرفة أصل ومصير الوجود وما يعبر عنه من صور التغير بدافع من الرغبة العقلية أهو في طلب المعرفة لذاتها. في طلب المعرفة لذاتها، خط تحت الكلمة دي. خلاص؟ يشير ما تحتها خط إلى أحد تعريفات الفلسفة من حيث أنها علم إيه؟ سامع واحد بيقول لي يا مستر بيكلمنا عن التعريف الأول للفلسفة أو الاتجاه الأول. جدع، بيكلمنا عن التعريف الأول. طب تعالى ندور على التعريف الأول ده في الاختيارات. خلاص؟ طيب تجريبي؟ لا. أي حاجة تجريبية ده العلم. ده الإيه؟ العلم. نسبي؟ هي الفلسفة نسبية؟ لا. كلي؟ ذاتي؟ طيب بص كده، هي طلب المعرفة لذاتها. إذا تبقى تعالى نرجع للتعريف. بص كده أهو، تدرس الحقيقة الكلية للموجودات، أو الفلسفة هي علم المعرفة الكلية، علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتها. يبقى أنت يا باشا علم كلي، يبقى أنت علم إيه؟ كلي. خلاص؟ كلمة ذاتي يعني نابع من الفرد. خلاص يا صديقي؟ جميل جدا. الفلسفة جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان لأنه يتفلسف كما يتنفس. خلاص؟ يدل القول السابق على أحد تعريفات الفلسفة من حيث أنها إيه؟ يا باشا أنت بتتفلسف زي ما بتتنفس. أنت كل شوية بتحشر رأيك في حاجة. كل حاجة ما بتسيبهاش إلا لما حضرتك تقول رأيك فيها، تحط التاتش بتاعك. خلاص؟ يبقى أنا بيكلمنا عن التعريف الثاني. بيكلمنا عن إيه؟ عن التعريف الثاني. تبحث عن المبادئ الأولى للموجودات؟ لا، ده الأول. وجهة نظر عقلية هي دي. التعريف الثاني كان بيكلمنا عن ان الفلسفة وجهة نظر عقلية. هتلاقي كله غلط طالما وصلنا للإجابة الصح. خلاص يا صديقي؟ ده كده بالنسبة لجزء الفلسفة. يلا بينا نخش على جزء المنطق. يلا بينا يا صديقي لجزء المنطق. اتمنى ان انت تكون سيطرت على جزء الفلسفة وذاكرته كويس او لخصته في كشكول حضرتك بطريقه كويسه عشان ترجع تذاكر من الكشكول ده ليله الامتحان. ما تقعدش تجمع ملازم بقى او كتب. مش هتذاكر انت من كتب ليله الامتحان، حضرتك بتذاكر من الكشكول اللي حضرتك عامله بايدك وملخصه بايدك عشان هو ده اللي هينفعك. خلاص؟ طيب كلمنا يا كبير عن جزء المنطق. بيتكلم عن ايه جزء المنطق؟ قال لي والله تصنف القضايا من حيث البسيط والمركب. هندرس القضيه البسيطه والقضيه المركبه. يا باشا القضيه البسيطه والقضيه المركبه دي تعال اقول لك. القضيه البسيطه تتكون من موضوع واحد، سامع واحد عالمي منطق والله برنس قال لي يا باشا نعم الموضوع ده مبتدا. جدع يا ده اللي عارف ان الموضوع هو المبتدا. جدع يا ده اللي عارف ان الموضوع هو المبتدا او الطرف الاول، كلمه اللي في الاول. جميل جدا. ومحمول واحد، سامع واحد بيقول لي المحمول هو الخبر، جدع، او الطرف الثاني. بينهم رابطه اما موجبه او سالبه. ازاي؟ مش فاهم. ارسطو فيلسوف. فين الموضوع؟ سامع واحد بيقول لي كلمه ارسطو. حلو. فين المحمول؟ سامع واحد بيقول لي كلمه فيلسوف. فين الرابطه يا جدع ده اللي عارف ان هي رابطه موجبه. ليه رابطه موجبه؟ لان الرابطه الموجبه ما بتظهرش، بتثبت الصفه بس. خلاص؟ طيب الرئيس الحالي للولايات المتحده ينتمي للحزب الديمقراطي. الرئيس الحالي للولايات المتحده ده اسمه موضوع. ينتمي للحزب الديمقراطي ده الخبر اسمه محمول. دي اسمها قضيه بسيطه. خلاص؟ جميل جدا. يبقى تاني القضيه البسيطه قضيه موضوع واحد محمول واحد بينهم رابطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص؟ طيب تعال بقى للجعلوصه اللي بعدها اسمها قضيه المركبه. تتكلم ايه القضيه المركبه دي يا كبير؟ تتكون من قضيتين بسيطتين يربطهما رابط قضوي واحد على الاقل. مش فاهم يا باشا؟ القضيه المركبه دي مكونه من قضيتين بسيطتين بينهم رابط قضوي. تعال اديك مثال. مصر بلد عربي وانجلترا بلد اوروبي. مصر بلد عربي اهي، مصر مالها؟ بلد عربي. يبقى انت كده قضيه بسيطه. خلاص؟ طيب وانجلترا بلد اوروبي. انجلترا بلد اوروبي. ادي يا باشا قضيه بسيطه كمان اهي زي اختها اللي فاتت. ايه واو دي؟
واو دي بنسميها رابط قضوي. يعني ايه رابط قضوي؟ يعني رابط بيربط قضيتين ببعض، رابط بيربط قضيتين ببعض. طالما يا باشا في هنا رابط قضوي وفي قضيتين بسيطتين، يبقى انت يا باشا كده انت قضيه مركبه. بص بيقول لك ايه؟ اذا تحقق الانتاج تحقق الرخاء. افصل كده المثالين دول عن بعض. خلاص؟ طيب اذا تحقق الانتاج تحقق الرخاء. اذا تحقق الانتاج تحقق الرخاء. اذا دي اسمها رابط قضوي. خلاص؟ تحقق الانتاج قضيه بسيطه، تحقق الرخاء قضيه بسيطه، واذا اسمه رابط شرط. هنشرح لك الروابط القضويه بالتفصيل دلوقتي، بس ركز معايا في الامثله. خلاص؟ اما ان يجتهد الطالب او يفشل في الامتحان. اما او اما او بقول لك يا كبير نعم، بشرح لي الروابط القضويه عشان افهم اكتر. تعالى اشرح لك من عينيا الاثنين الروابط القضويه. بص يا سيدي، عندي رابط اسمه رابط السلب او النفي. ايه ده؟ ايه رابط السلب او النفي ده؟ كلمه لا او ليس. كلمه لا او ليس. بص بيقول لك ايه؟ ليس كل ما يلمع ذهبا. كلمه ليس رابط قضوي سالب، رابط قضوي سالب. كل ما يلمع ذهبا، مش كل اللي بيلمع ذهب يا باشا. دي قضيه مركبه عشان في رابط قضوي في الاول. خلاص؟ طيب الجندي لا يهاب الموت. كلمه لا جت في النص. خلاص؟ طيب طالما جت في النص يا باشا يبقى انت رابط قضوي، يبقى انت قضيه مركبه. خلاص؟ جميل جدا. رابط الوصل، يبقى انا كده كلمتك في كام رابط قضوي يا مستر؟ حضرتك كلمتني في رابط واحد. ايه هو؟ رابط السلب او النفي. رابط السلب او النفي كان ايه هو رابط السلب او النفي؟ لا او ليس. خلاص؟ جميل جدا. تعال نخش على اللي بعده. رابط الوصل او العطف اللي هو حرف الواو او كلمه لكن. زي ايه؟ بيقول لي نام الحارس. حلو. واستيقظ اللصوص. كلمه و اهي من الروابط القضويه، اسمه رابط العطف، اسمه رابط العطف او الوصل. بيقول لي نام الحارس واستيقظ اللصوص. الواو ربطت بين القضيتين، اصبحت قضيه مركبه. العلم قوه لكن الجهل ضعف. العلم قوه لكن الجهل ضعف. اسمه رابط قضوي وصل او عطف. خلاص؟ طيب الرابط الثالث اسمه رابط الفصل او كلمه اما او. يعني او اما او. مش فاهم؟ تعال افهمك. مجدي طالب. حلو. او موظف. مجدي طالب او موظف. كلمه او اهي جت في النص، ده اسمه رابط الفصل. اما ان يكون الانسان حرا او خاضعا. او اما ان يكون الانسان حرا او خاضعا. يا باشا في اما او، يبقى انت كده رابط، اسمك رابط الفصل. طبعا القضيه المركبه. رقم 4 اسمه رابط الشرط او اللزوم. رابط الشرط او اللزوم اللي هي كلمه اذا امطرت السماء ابتلت الارض. اهو رابط الشرط. رابط الشرط جه في الاول يا باشا، يبقى انت كده قضيه مركبه. اذا زرتني ساكون في انتظارك. اذا اهي جت في الاول، يبقى انت قضيه يا باشا مركبه. ايه تاني يا كبير؟ عندي رابط اسمه رابط التشارط او التكافؤ. طب ايه هو ده؟ كلمه اذا وفقط اذا. احفظها زي اسمك دي، احفظها زي اسمك بالله عليك. خلاص؟ ستنجح اذا وفقط اذا ذكرت. اذا وفقط اذا اسمها رابط قضوي. جميل. ستتقدم مصر اذا وفقط اذا حققت التنميه. اذا وفقط اذا اسمه رابط تشارط او تكافؤ. يعني ايه يا مستر اذا وفقط اذا؟ يعني مصر مش هتتقدم الا لما تحقق التنميه. خلاص؟ طيب يبقى انا كلمتك في كام رابط قضوي يا كبير؟ حضرتك كلمتني في 5 روابط. رابط اسمه رابط السلب، رابط اسمه رابط الوصل، رابط اسمه رابط الفصل، رابط اسمه رابط الشرط او اللزوم، والاخير كان اسمه رابط التشارط او التكافؤ. يبقى تاني: سلب، الرابط سلب، فصل ووصل، سلب، فصل ووصل، تشارط وشرط، تشارط وشرط، تشارط وشرط، او شرط وتشارط، شرط وتشارط، شرط تشارط، سلب، فصل ووصل، سلب، فصل ووصل، شرط وتشارط، شرط وتشارط. السلب ده اللي هو ادوات السلب لا وليس. طيب الوصل او العطف اللي هي كلمه واو او كلمه لكن. خلاص؟ رابط الفصل او اما او. رابط الشرط او اللزوم اسمه اذا. رابط التشارط او التكافؤ اسمه اذا وفقط اذا. جميل جدا. تعالى يا باشا لتصنيف القضايا من حيث الكم والكيف. تصنف القضايا من حيث الكم الى قضيه كليه وقضيه جزئيه.
قضيه كليه، قضيه جزئيه. انت درست الكلام ده معايا بس تعال نشرحه تاني. خلاص. القضيه الكليه تشمل جميع افراد الموضوع، تشمل جميع افراد الموضوع، يعني انا بتكلم عن الموضوع كله، بتكلم عن الناس كلها بطريقه كليه، اسمها قضيه كليه. الاقي طب قبل الموضوع ايه؟ الاقي قبل كلمه كل، كلمه كافه، كلمه جميع، كلمه عامه، كلمه قاطبه، كلمه سائر، كلمه 100%. احفظ الحاجات دي. خلاص. لما اقول لك كل الطيور مغرده، ايه ده؟ كلمه كل، يبقى انت كده قضيه اسمها قضيه كليه. اجي اقول لك 100%، 100% من الطلاب نائمين، بقول لك 100%. يبقى انت كده قضيه كليه لان انت بتتكلم بطريقه عامه. خلاص. طيب ايه كلمه قاطبه دي؟ كلمه قاطبه معناها انك بتتكلم بطريقه كليه. قاطبه من الرجال اشداء، يبقى كده قضيه كليه لان انت بتقول عن كل الرجال. خلاص. طيب القضيه الجزئيه دي يقتصر الحكم على بعض افراد الموضوع. مش فاهم؟ تلاقي كلمه بعض، تلاقي كلمه قليل من، تلاقي كلمه كثير من، تلاقي كلمه معظم، اغلبيه، طائفه، جزء، شطر، 99% او اي نسبه مئويه غير ال 100%. مش فاهم؟ تعالى افهمك. طبعا انا بشرح الجزئيه دي بسرعه لان احنا شرحناها قبل كده. خلاص. طيب بعض الزهور جميله ومعظم الطيور بيضاء. ايه ده؟ بتقول لي بعض الزهور جميله يعني مش كل الزهور جميله؟ يا باشا يبقى انت قضيه جزئيه. معظم الطيور بيضاء، معظم يعني مش كل الطيور؟ لا مش كل الطيور، يبقى انت قضيه جزئيه. خلاص. جميل جدا. احفظ الحاجات دي عشان هتشوفها قبل اي كلمه تعرف ان هي قضيه جزئيه، واحفظ الكلمات دي عشان تشوفها قبل كلمه تعرف ان هي قضيه كليه. تصنيف القضايا من حيث الكيف، وانت عارف ان كلمه كيف معناها موجب وسالب. قلت لك ان من حيث الكيف يبقى كده قضيه موجبه، قضيه سالبه. يعني ايه كلمه قضيه موجبه؟ يعني من الاخر بتثبت الصفه. خلاص. الاشجار مالها؟ مثمره، بثبت صفه الاسمار للاشجار. العلم ماله؟ نافع، بثبت صفه النفع للعلم. طالما هتثبت الصفه يبقى انت قضيه موجبه. طب القضيه السالبه تفيد انفصال الموضوع. مش فاهم؟ تلاقي كلمه لا او غير او ليس. الطلاب ليسوا اغبياء، الطلاب ليسوا اغبياء، في ليس في النص. يبقى انت يا باشا قضيه سالبه. لا احد من الطلاب راسب. ركز بقى في الملحوظه دي. كلمه لا تشوفها في اول القضيه لا، لو جت في اول القضيه وانت مغمض دي كليه سالبه. زي ايه مثلا؟ زي ما اقول لك لا احد من الطلاب راسب. لا احد من الطلاب راسب، مفيش ولا طالب راسب، مفيش ولا طالب راسب. يبقى انت كده كليه. حلو. وفي كلمه لا يبقى انت يا باشا سالبه، يبقى انت كده كليه سالبه. يبقى كلمه لا اكتب في الكشكول بتاعك، دون الملاحظات دي، دون الملاحظات دي. كلمه لا في اول القضيه تبقى كليه سالبه. طب كلمه لا خلاص لو جه بعدها فعل تبقى سالبه. كلمه لا برضو لو جه بعدها صفه تبقى موجبه. مش فاهم يا كبير اي حاجه؟ تعالى افهمك يا حبيب قلبي. كلمه لا لو جه بعدها فعل زي ما اقول لك مثلا الجندي لا يهاب الموت، لا يهاب الموت. كلمه يهاب دي فعل ولا صفه؟ فعل ولا صفه؟ الجندي لا يهاب الموت، لا يهاب الموت. لا يا باشا، كلمه يهاب دي فعل، كلمه يهاب فعل. طالما كلمه لا جه بعدها فعل يبقى انت كده سالبه. يبقى الجندي لا يهاب الموت يبقى دي قضيه سالبه. طيب امتى تبقى موجبه؟ اما اقول لك مثلا كل الاحلام لا شعوريه. كل الاحلام ايه؟ لا، اهي كلمه لا جت في النص اهي، لا شعوريه. كلمه شعوريه صفه، طالما جت صفه يبقى انت يا باشا قضيه موجبه. طب اديك مثال تاني شبه ده. لما اجي اقول لك كل الاحلام، انا مش عارف اللون ده ظاهر ولا لا فانت اسمعني. خلاص. كل الاحلام لا نشعر بها. بص الفرق بين المثالين. كل الاحلام لا شعوريه، كلمه شعوريه جت صفه
طالما جت صفه يبقى موجبه. خلاص، كل الاحلام لا نشعر، كلمه نشعر دي فعل صح، يبقى انت يا باشا سالبه. اقول لك على حاجه جميله، حاجه اجمل من ده كله، مش كلمه فعل فيها لام، فيها لام، سالبه مش فيها لام. خلاص يبقى انت تشوف بعد لا، لو فعل اللي فيها حرف اللام اختار سالبه اللي فيها حرف اللام، مفيش اسهل من كده. طيب لو صفه، لو صفه تبقى موجبه. اكتب في مثال عندك كل الاحلام لا نشعر بها وكل الاحلام لا شعوريه. كلمه كل الاحلام لا نشعر بها، لا جه بعدها نشعر اللي هي فعل اصبحت سالبه. كل الاحلام لا شعوريه، كلمه شعوريه اصبحت صفه، يبقى انت موجبه. خلاص. طيب وقاعده غير، كلمه غير لو جت في نصف القضيه تبقى على طول موجبه. زي ايه مثلا؟ اما اجي اقول لك مثلا اهو كل الاشجار غير، كل الاشجار مالها غير مثمره مثلا. ايه ده في غير في النص، في غير جت في النص اهي، يبقى انت قضيه موجبه. اكتب الملحوظات دي عندك عشان دي حالات شاذه. خلاص، يبقى تاني الحالات الشاذه اللي انا كلمتك فيها قاعده غير، لو غير جت في النص قضيه موجبه. كلمه لا جت في الاول على طول كليه سالبه. طب كلمه لا جت في النص لو بعدها فعل سالبه، لو بعدها صفه موجبه، مفيش اسهل من كده. خلاص. طيب جميل جدا. تعالى يا باشا كلمني عن الاستغراق. اكلمك عن ايه؟ الاستغراق. يعني استغراق هو الحد الذي لا يقع فيه الحكم على كل افراده، اي يقتصر الحكم فيه على بعض افراده. مش فاهم؟ تعالى اديك بص الزتونه اللي مش هتغلط فيها في الاستغراق خالص. خلاص. طيب بس عايزك تعرف الاول يعني ايه كلمه استغراق. كلمه استغراق الحد الغير مستغرق هو الحد الذي لا يقع فيه الحكم على كل افراده، اي يقتصر الحكم فيه على بعض افراده. من الاخر تعريف الاستغراق ده الحد الغير مستغرق، ده تعريف الغير مستغرق. طب المستغرق بقى الاستغراق نفسه ده الحد الذي نحكم به على كل الافراد. خلاص. طيب تعالى يا كبير، انا عايز احل الاستغراق وما اغلطش، اعمل ايه؟ بص انا عايزك تعرف التعريف ده بس عشان لو جالك في المقالي تعرف ان هو بيكلمك عن الاستغراق. خلاص. الاستغراق ان انت بتتكلم عن حاجه بطريقه عامه، بطريقه عامه. طيب الزتونه، القضيه الكليه تستغرق الموضوع، القضيه السالبه تستغرق المحمول. مش فاهم؟ يعني انت بتقول لي القضيه الكليه تستغرق الموضوع والقضيه السالبه تستغرق المحمول. ايه ده؟ القضيه الكليه تستغرق الموضوع والقضيه السالبه تستغرق المحمول؟ ايه ده؟ يعني الاستغراق كليات وسوالب؟ الاستغراق كليات وسوالب؟ الاستغراق كليات وسوالب، الاستغراق كليات وسوالب. واسمع مني، اسمع مني وربنا ما هتغلط في الاستغراق نهائي نهائي. انا عارف انا بقول لك ايه، انا عارف انا بقول لك ايه. الاستغراق كليات وسوالب. تعالى يا باشا اديك مثال. تعالى نحل السؤال ده. وضح في القضايا التالية الكم والكيف والموضوع والمحمول والحد المستغرق. واحدة واحدة. أنا قلت لك إيه؟ الاستغراق كليات وسوالب، كليات وسوالب. تعال نشوف الكلام ده. كل من لا يملك العلم لا يملك القوة. كل، أنت جاي بتكلمنا عن كل صح؟ يبقى أنت يا باشا قضية كلية. من لا يملك العلم لا يملك القوة. سامع واحد عالمي عالمي قال لي يا باشا نعم كلمة لا جت في النص. كلمة لا جت فين؟ في النص. حلو كمل يا ده جت في النص وبعدها فعل. ايه ده بعدها فعل؟ اللي هي كلمة ايه؟ يملك. ما هي يملك دي فعل. طالما جت فعل اللي فيها لام يبقى سالبة. يا ابن اللعيبة العالمي والله برنس برنس. يبقى انت كده قضية كلية سالبة في الحد المستغرق والحد الغير مستغرق. يا باشا انت قلت لي فوق ان الاستغراق كليات وسوالب، كليات وسوالب. ايه ده؟ دي كليه سالبه. يبقى انت يا باشا هنا تستغرق الموضوع اللي هي في الاول. انت عارف ان طبعا الموضوع ومحمول ده بقى لعب عيال. الموضوع ده اللي في الاول والمحمول الثاني. تستغرق الموضوع وتستغرق برضه المحمول. ليه؟ لان هي كليه سالبه. الاستغراق كليات وسوالب، الاستغراق كليات وسوالب. بعض الطيور لا يؤكل لحمه. ايه ده بعض؟
ما بتكلمش عن كل الطيور يعني، لا، يبقى انت جزئيه. جميل جدا. جزئيه ايه؟ لا يؤكل لحمه. سامي واحد عالمي برضه قال لي كلمه لا كبير جت في النص. حلو. طب ما جت في النص بعدها يؤكل فعل. ايه ده؟ فعل. طب كمل. تبقى سالبه. عالمي وربنا متعه برنس، تبقى جزئيه سالبه يا باشا. نعم الاستغراق كليته سوالب. عارف والله. فين بقى هنا لحد المستغرق؟ ايه ده؟ دي جزئيه، دي مش كليه. طالما يا باشا انت مش كليه يبقى لا تستغرق الموضوع. طب دي سالبه، لا دي تبعنا، ولكن تستغرق المحمول. مفيش ابسط من كده. لا تستغرق الموضوع عشان مش كليه، دي جزئيه. طب ليه بتستغرق المحمول؟ عشان دي يا باشا سالبه تبعنا. كل المدارس نظيفه. يبقى انت قضيه كليه نظيفه. ايه ده نظيفه؟ انت بتثبت صفه النظافه. تبقى موجبه. انت عارف ان الاستغراق كليات وسوالب، كليات وسوالب. ايه ده كليه؟ تبعنا. حلو. يبقى كده تستغرق الموضوع. حلو. موجبه. ايه ده؟ موجبه دي مش تبعنا، دي مش سالبه. يبقى لا تستغرق المحمول. مفيش اسهل وابسط من كده قسما بالله. يبقى الاستغراق كليات وسوالب، بس لو قضيه كليه تستغرق الموضوع، لو سالبه تستغرق المحمول. خلاص. طيب تعال نخش على الجزء اللي بعده. يلا بينا للجزء اللي بعده، اسمه تصنيف القضايا المنطقيه. بنصنف القضايا ازاي؟ قال لي والله من حيث البسيط والمركب. عندي قضيه اسمها قضيه بسيطه وقضيه مركبه، وعندي قضيه اسمها قضيه تحليليه وقضيه اسمها تركيبيه. خلاص. طيب تعالى ندرس كل واحده بالتفصيل. القضيه التحليليه، القضيه الايه؟ التحليليه ليها اسم تاني اسمه القضيه التكراريه. ليه تكراريه؟ عشان بنكرر. خلاص. تعريفها هي القضية التي لا يضيف محمولها شيئا جديدا إلى الموضوع في الواقع الخارجي. يعني قضية ما بتفيدنيش بحاجة، ما بتضيفليش جديد. طيب زي إيه؟ ممكن المحمول يبقى تكرار للموضوع. زي إيه؟ أقول لك الإنسان هو الإنسان، عمال أكرر أهو، عمال أكرر. الأسد هو الأسد، عمال أكرر. خلاص. ممكن يبقى مرادف، كلمة مرادف يعني معنى. خلاص. الآدمي هو الإنسان، أنا بعرف الإنسان. خلاص. طيب الليث ماله؟ هو الاسد. طب ما الليث مرادف للاسد. طيب خلاص ما ضافتليش حاجه جديده. المحمول تعريف للموضوع. الانسان ماله؟ حيوان مفكر، انت بتعرف لي كلمه انسان. النبات كائن حي، انت بتعرف لي كلمه نبات. المحمول تحصيل حاصل، وركز في الحته دي بالله عليك. تحصيل حاصل يعني تحصيل حاصل يعني لا تضيف شيء جديد. لا تضيف شيء جديد. لا تضيف شيء ايه؟ جديد. لا تضيف شيء جديد. خلاص. طيب لما اقول لك 2 زائد 2 بيساوي 4، طب ما احنا عارفين ان هي 2 زائد 2 بيساوي 4، ما ضفتليش شيء جديد. يبقى هنا نسميها تحصيل حاصل. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في علم الرياضيات، وركز في الكلمه دي، علم الرياضيات، وبستخدمها في المنطق. خلاص. معيار الصدق، صدقها ذاتي يقيني. ذاتي ايه؟ يقيني، لعدم ارتباطها بالواقع. طيب يقيني يعني مؤكد بنسبة 100%. خلاص. لما اقول لك 2 زائد 2 بتساوي 4، دي مؤكدة بنسبة كام في المية؟ 100%. خلاص. طيب تكون صادقة امتى؟ في حالة اتساق طرفيها، يعني 1 زائد 1 بتساوي 2. دي قضية متسقة. قضية متسقة يعني ماشية مع بعض، يعني ما فيهاش أي غلط. خلاص. طيب كده في الحالة دي تكون صادقة. طب امتى تكون كاذبة؟ في حالة تناقض طرفيها. اما اقول لك 1 زائد 1 بتساوي 3، لا ده هنا في تناقض، الكلام مش زي بعضه، تبقى قضيه كاذبه. يبقى تاني، القضيه التحليليه اسمها قضيه تكراريه، القضيه التحليليه اسمها قضيه تكراريه. القضيه التكراريه دي بكرر في الموضوع. الانسان هو الانسان، الاسد هو الاسد. ممكن يبقى تكرار مرادف تعريف، تكرار مرادف تعريف. تكرار انسان هو الانسان، اسد هو الاسد. مرادف بعرف الادمي هو الانسان، الليث هو الاسد. طب التعريف هي الانسان، بعرف كلمه انسان. خلاص. حيوان مفكر او النبات كان حي. مرادف يعني بقول المعنى، الادمي معناه انسان، الليث معناه اسد. خلاص. ممكن تبقى تحصيل حاصل، ودي اهم واحده، ان هي 2 زائد 2 بيساوي 4. كلمه تحصيل حاصل يعني لا تضيف شيء جديد. بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في علم الرياضيات. بقول لك هو 2 زائد 2 بيساوي 4،
مش ده رياضه؟ يبقى بستخدمها في علم الرياضه، وبستخدمها كمان في المنطق. خلاص، ما انا بدرسها لك في المنطق اهو، يبقى بنستخدمها في المنطق. طيب، معيار ثقة ذاتي يقيني. ذاتي يعني منها فيها، ذاتي يعني منها فيها، يقيني يعني مؤكد بنسبة 100%. طب امتى بتكون صادقة؟ في حالة اتساق الأطراف. امتى بتكون كاذبة؟ في حالة تناقض الأطراف. طيب القضية التركيبية، ركز بقى كده، القضية التي يضيف محمولها شيء جديد إلى الموضوع مستمدا من الواقع الخارجي. يبقى انا في القضيه التركيبيه برجع للواقع، برجع لايه؟ للواقع. جميل جدا. زي بيقول لي ايه؟ جاءت نتيجه المشاهده. يعني ايه جاءت نتيجه المشاهده دي؟ السماء مليئه بالغيوم، انا شايف قدامي ان السماء مليئه بالغيوم. خلاص، شاهدت السماء، شاهدت السماء، يبقى جاءت نتيجه المشاهده. الشمس ساطعه، شفت ان الشمس ساطعه. القمر بازغ، شفت ان القمر بازغ. خلاص، دي جاءت نتيجه المشاهده. طيب جاءت نتيجه التجربه، يبقى كده عملت تجربه. زي مثلا الاكسجين يساعد على الاشتعال، جبت شويه نار ورحت حاطط عليهم اكسجين، لقيت النار دي زادت، يبقى انا جربت. طالما جربت يبقى جاءت نتيجه التجربه. خلاص. طيب جاءت من المراجع والكتب، ركز على الحته دي عشان مهمه. جاءت من المراجع والكتب يعني ايه؟ ارسطو مؤسس علم المنطق. انا عرفت منين ان ارسطو مؤسس علم المنطق؟ رجعت للكتب والمصادر والمراجع. خلاص. احمس هازم الاكسوس، عرفت منين ان احمس اللي هزم الهكسوس؟ رجعت للمصادر والمراجع التاريخيه. زوسر باني الهرم، او زوسر باني هرم سقارة المدرج، عرفت منين؟ رجعت للكتب والمصادر والمراجع. اصبحت قضيه تركيبيه. طيب بستخدمها في ايه؟ في العلوم الطبيعيه والانسانيه. يعني ايه علوم طبيعيه؟ لما قلت لك مثلا هنا الاكسجين يشتغل على الاشتعال، دي جت نتيجه التجربه، صح؟ طيب جبت الاكسجين ده منين؟ من الطبيعه، يبقى اساسها العلوم الطبيعيه. طيب معيار الصدق احتمالي متغير، ركز بقى في الحته دي. تكون صادقه عندما تطابق الواقع. القاهره عاصمه مصر، الكلام ده صح؟ قال لي صح، القاهره عاصمه مصر. طالما الكلام ده صح يبقى انت قضيه صادقه. خلاص. طيب لو الكلام ده غلط يبقى انت قضيه كاذبه. يبقى لازم ارجع للواقع واشوف اذا كان الكلام ده صح ولا غلط. طالما هرجع للواقع واشوف الكلام ده صح ولا غلط يبقى انا احتمالي متغير، احتمالي متغير. القاهره مدينه ساحليه، ايه ده؟ هي القاهره على الساحل؟ يعني الناس بتصيف في القاهره؟ لا، الناس بتصيف في المدن الساحليه. يبقى القاهره دي مدينه ساحليه، قضيه كاذبه. قضيه ايه؟ كاذبه. درجه الحراره ثابته طوال السنه، ايه ده؟ درجه الحراره ثابته طوال السنه؟ مفيش فصول يعني؟ مفيش صيف وشتاء؟ لا في، فانت قضيه كاذبه. خلاص. يبقى عشان اعرف الصدق والكذب في القضيه التركيبيه لازم ارجع للواقع. ده كده يا سيدي بالنسبه لمحاضره النهارده. اتمنى ان احنا ما نكونش طولنا عليك، وفي تلك اللحظات السعيده قضي الامر الذي فيه تستفتيان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. استنانا بقى في فيديوهات تانيه كتيره. سلام.